مين ما نفسوش يشتغل حر نفسه ويعمل اللي بيحبه في اي وقت ومحدش يحكمه ويكون حر تماما؟ اكيد كلنا نفسنا كلنا محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه ولا حتى يتحكم في يومنا. انت بتحلم يابا، عايز بقى تبقى حر وتروح لاي حته في اي وقت براحتك، تقضي ستوريهات بقى وكده على الانستجرام، صح؟ عايز تخربها انت، انا عارف. مش بقولك بتحلم وخيالك واسع، عايز تعرف طبعا كل حاجه ليها علاقه بالموضوع ده بالتفاصيل، عايز تعرف حلمك دوت حلم ولا ممكن يبقى حقيقه، عايز تعرف كل حاجه ليها علاقه بالسلبيات والايجابيات، فتابع الفيديو ده للاخر وهتعرف كل حاجه. صديقي المواطن الغلبان اللي عايش في مصر وحلمه يقبض بالدولار ويرتاح من عبوديه الشغل في مصر ويشتغل في العمل الحر، تعالى يا حبيبي تعالى، انت غلبان والله. انت مش عايز حد يقول لك ولا تروح ولا تيجي ولا حتى حد يتحكم في يومك ولا في اجازتك، صح؟ مش بقول لك غلبان. انت اكيد عارف الشغل عند الناس عامل ازاي، وخصوصا في مصر. اول حاجه بتيجي في بالك لما تتخنق من الشغل هو انك تسيبه وتشتغل لحالك ولحساب نفسك وترجع تتنطط على الشركه وتتكبر عليهم وتعمل مشاكل، وفي الاخر ترجع لهم زي الكلب عشان يشغلوك بعد ما تعرف اللي هقوله عن العمل الحر دلوقتي. عايز بقى تبقى شغال من غير مدير ومن غير مواعيد ثابته، تصحى براحتك وتعمل كل اللي انت عايزه في اي وقت، بس في الحقيقه هي دي المشكله. تعالى كده سريعا ناخد عيوب الموضوع والمميزات بتاعته عشان الصوره تكون واضحه قدامك تماما، عشان لو حبيت تخش في العمل الحر او لو كنت بتخطط انك تخش فيه. جهز بقى سجارتك الجميله وتعالى بينا يلا نبدا. ايه يابا انت ما صدقت حد يشجعك على الفساد ولا ايه؟ هات يا عم كوبايه الشاي وتعالى. في الفيديو ده هقول لك على المميزات، الميزه والعيب المقابل ليها، وهحاول على قد ما اقدر الم لك كل حاجه عن تجربتي وعلى حد علمي عن الموضوع دوت عشان الصوره تكون كامله قدامك. الميزه رقم واحد وهي انك حر تماما طول اليوم، مالكش مدير يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه وتشتغل امتى وما تشتغلش امتى، ولا يتحكم في يومك ولا يتحكم في اجازتك، وكمان ما عندكش وقت معين تشتغل فيه. طبعا حلم لاي حد الحريه دي كلها، بس ليها عيب برضه. العيب المقابل ليها لو انت ما عندكش اراده انك تدير يومك ووقتك ونفسك، فالموضوع هيكون صعب عليك قوي في البدايه لحد ما تعرف تلتزم بجدول خاص بيك يدير شغلك ويومك كامل من اوله لاخره. الشغل بيمشي كويس لما بيكون فيه مدير كويس، فانت لو ما عرفتش تدير نفسك كويس الشغل مش هيمشي كويس. لو وصلت لحد هنا فانت اسطوره بجد ونفسك طويل. احنا لسه بادئين اصلا، بس نفسك طويل وان شاء الله هتنجح في اللي بتعمله. وما تنساش تنجح المحتوى بتاعنا بانك تعمل لايك واشتراك وشير لحد غيرك يستفاد. الميزه رقم 2 وهي انك ما عندكش وقت معين تشتغل فيه، ويمكن عادي يوم ما تشتغلش فيه لو تعبان او مخنوق او حتى صاحي من النوم مقريف، يعني مش مضطر تروح الشغل وانت مخنوق وتعبان، بس مش هتاخد فلوس. ايه بقى العيب المقابل ليها؟ هو انك ما ينفعش تقعد زي ما كنت بتقعد في الشغل، ما بتعملش حاجه وبتقبض عادي حتى لو ما فيش شغل، او حتى لو قاعد ما بتتحركش. اكيد شفت النموذج بتاع الشخص اللي بيفضل طول اليوم قاعد ولا بيشتغل ولا بيعمل اي حاجه ومقضيها كده سداح مداح في الشركه او في الشغل، وشخص تاني مهتم جدا بالشغل وقلبه على الشغل وبيشتغل وقت اضافي وبيفحت نفسه حرفيا في الشغل، وتلاقي اللي قاعد ما بيعملش حاجه دوت بيقبض زيه او يمكن يكون بيقبض اكتر منه كمان. بس في الشغل الحر انت لو ما اشتغلتش مش هتقبض، لو ما تعبتش مش هتلاقي. الميزه رقم 3 وهي انك مش هتشغل بالك ابدا باللي حصل في الشركه، مين اتخصم له، الشركه قفلت، الشركه ولعت، مين مشي، مين راح، مدير جديد، مدير ما جاش، الشركه فيها مبيعات ولا لا، الشركه بتنجح ولا لا. انت مش هتشغل بالك بكل ده، ومحدش هيرن عليك في يوم اجازتك ولا بعد ما تخلص شغل يسالك عن حاجات ليها علاقه بالشغل. وبالمناسبه دي جريمه وليك كامل الحق انك ما تردش على اي حد له علاقه بالشغل حتى مديرك وانت مش شغال او في يوم اجازتك. هي حاجه حلوه انك تكون مريح دماغك من كل ده، صح؟ لا مش حاجه حلوه. العيب المقابل ليها هو انك هتفضل طول الوقت بتفكر في شغلك، حتى وانت بتاكل او انت قاعد مع اهلك او انت طالع مشوار، طول الوقت تفضل تفكر، لان محدش غيرك هيفكر في الشغل بتاعك ازاي يطوره وازاي يحسن منه، فهتفضل طول الوقت دماغك بتفكر في مشروع جديد وازاي تطوره وازاي تحسن منه وتحسن من نفسك، تفضل تفكر حتى لو انت مش شغال وفي يوم اجازتك برضه. الميزه رقم 4 وهي انك تقدر تاخد في اي وقت اجازه، ومش عدد معين كمان من الاجازات، يعني ممكن تاخد يومين 3 في الاسبوع، وممكن لو انت اجتهدت في الشغل بتاعك وخلصت الشغل بتاعك اللي المفروض يتم على مدار الشهر في 20 يوم بس، ممكن تاخد 10 ايام اجازه، تقدر تاخد شهر براحتك عادي ما فيهاش مشكله. انت كده كده مدير نفسك، عارف امتى تقدر تاخد اجازه وامتى ما ينفعش تاخد اجازه عشان عندك شغل المفروض تنجزه. العيب المقابل ليها ايه بقى؟ في الحقيقه ملهاش عيب او مفيش عيب في الموضوع ده. مين ما يتمناش ياخد اجازه وقت ما هو عايز بالعدد اللي هو عايزه؟ حاجه خرافيه كده من وحي الخيال بس حقيقه بجد. تقدر تاخد اجازه في اي وقت والعدد اللي انت عايزه، يعني لو عايز تسافر شرم مثلا دلوقتي يلا نسافر، ايه المشكله؟ حتى لو هتسافر شهرين مثلا مش هتحتاج تظبط لها قبلها بشهر عشان تروح، وساعات الشركه اصلا بترفض انك تروح والسفريه كلها بتبوظ بسبب قرار الشركه، فمفيش اي عيب خالص في النقطه دي، او يمكن انا لسه ما واجهتش عيب قدامي عشان اقدر احكيه. ففعلا تقدر تسافر في اي وقت، اي يوم انت عايزه، اي شهر انت عايزه، اي مده انت عايزها، حتى لو شهرين، لانك اصلا ممكن تشتغل من هناك، فالشغل ملوش مكان معين. خامس ميزه ودي الاخيره زي ما قلت لك، انك ممكن تشتغل من اي مكان واي حته انت عايزها، يعني مش هيبقى عندك روتين شغل ممل، انت ممكن تجدد روتين شغلك على حسب الطريقه اللي تناسبك انت، ممكن تشتغل في اي وقت وفي اي مكان بشرط انك ما تاثرش في شغلك ولا في الانتاجيه بتاعتك. ياه
حلم اي حد يشتغل من البيت كده ويشتغل براحته ومفيش حد واقف فوق دماغه يقول لي يعمل ايه وما يعملش ايه. بس في الحقيقه ده في الاول بس، او اول فتره بس، لان في المقابل انت هتزهق من قعده البيت ومش هتعرف تفرق بين انت قاعد في البيت ولا انت شغال ولا انت ايه سنتك السودا دي. فلازم على الاقل تغير مكان شغلك مرتين في الاسبوع عشان ما تزهقش وتقدر تكمل شغلك. اشتغل مثلا يومين من كافيه، يومين من البيت، يومين مثلا من حديقه او مكان هادي بتحب تقعد فيه، فعشان ما تزهقش. هو حلم لاي حد يشتغل من البيت، بس بعد كده هتزهق. هو في الاول بس بيكون حلو. في حاجه كمان نسيت اقول لك عليها، وهي انك هتخسر التامين لو كان ليك تامين في الشركه او الوظيفه اللي انت كنت فيها. مش هيبقى عندك ولا تامين ولا معاش، فمش هيبقى ليك اي تامين خالص في الشغل الحر. ودخلك الشهري مش هيكون مستقر وملوش نسبه معينه، يعني ممكن شهر يظبط معاك وشهر ممكن يكون مخستع معاك شويه. وفي حاجه كمان هي ولا عيب ولا ميزه، بس انت هتتخن، فتابع جسمك عشان ما تلاقيش نفسك ربة منزل وانت مش واخد بالك. معلومه بقى كده من اخوك في الله، لو انت واخد الهام من شخص مؤثر على اليوتيوب وحبيت تكون زيه، وده كان مجرد الهام مش قرار انت واخده ومفكر فيه كويس، فانت واخد قرار غلط وماشي غلط. واوعى تسيب شغلك الحالي لحد ما تعرف انت عايز ايه. في ناس كتير مبسوطين وهم شغالين شغلهم الحالي وبيعملوا ارقام كويسه جدا، وناس كتير مبسوطين بالعمل الحر وبرضه بيعملوا ارقام كويسه جدا. مش لازم كلنا نبقى موظفين ومش لازم كلنا نبقى اصحاب اعمال. الدنيا ما بتمشيش كده خالص. شوف انت بتحب ايه ومرتاح فيه واعمله بغض النظر عن اللي حواليك. خليك ماشي في خطتك انت وبس وما تبصش لحد غيرك. لو وصلت لحد هنا فانت بالك طويل قوي يا جدع، طويل قوي. ده انا تعبت وانا بصور، بنهج وانا بصور. عاش عليك يا اسطوره بجد. ما تنساش الاشتراك واللايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، و اشوفك في فيديو تاني.